السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل انطلاق كأس العالم تبدأ التكهنات على من سيفوز باللقب، إما من خلال الجمهور والمتابعين أو من خلال توقعات اللاعبين من سيكون الفائز. أما اليوم سيكون الموضوع عن 8 نجوم يتوقعون الفائز بكأس العالم، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهندس الألماني توني كروس. وأنتم مشاهدين الأعزاء، من ترشحون لحمل اللقب؟ نبدأ على بركة الله بالأسطورة ليونيل ميسي. استبعد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده من التتويج باللقب، وقال فيما يخص المترشحين أن هناك منتخبات كبيرة مثل البرازيل وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا وكذلك المنتخب الإسباني. وأردف قائلا: إنني متأكد من نسيان بعض المنتخبات، وإن كان يلزم أن أرشح أحدهم فإن هناك البرازيل، حيث يتوفر على لاعبين من أفضل نجوم العالم، من بينهم نيمار، وكذلك المنتخب الفرنسي وتشكيلته الأكثر من رائعة. ثانيا، نيمار جونيور. أكد لاعب السيليساو هو الآخر عن عدم ترشيحه لمنتخب بلاده، ولم يتقبل الفكرة، قائلا أن هناك منتخبات أخرى قادرة على حصد اللقب، حيث قال: أن تكون مرشحا هذا لا يعني أنك ستفوز. وتابع قائلا: إنا كنا مرشحين في 2014 و2018 وخصوصا عام 2014، واستضفنا البطولة خلالها. أقصينا بطريقة كارثية أمام ألمانيا، إضافة أن هناك منتخبات قوية مثل فرنسا وألمانيا والأرجنتين والمنتخب الإنجليزي يمكنهم الفوز باللقب. وأخيرا، منتخبنا البرازيلي. ساديو ماني نجم الماكينات الألمانية وأسود التيرانغا، حيث رشح ساديو ماني المنتخب الأرجنتيني للفوز باللقب في مقابلة صحفية أثناء مباراة فريقه مع الفريق الكتالوني، حيث أكد خلالها عن حظوظ المنتخب الأرجنتيني للفوز باللقب. وأردف قائلا: لقد رأيت ميسي بالأمس، إن مستواه خرافي هذه السنة. كما أنه لا يمكن استبعاد منتخبات قوية مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا. رابعا، رونالدينيو. ساحر السامبا ولاعب برشلونة السابق وبطل كأس العالم عام 2002، يتوقع فوز المنتخب الإسباني أو المنتخب البرازيلي باللقب، حيث قال أثناء مقابلة له أن هناك منتخبات جيدة يمكنها حسم اللقب، ومنتخب لويس إنريكي أحدهم. وتبع قائلا: هناك منتخبنا البرازيل أيضا، الذي سيذهب إلى المونديال بشكل رائع للغاية. توني كروس لم يرشح المهندس الألماني وريال مدريد الإسباني الذي اعتزل اللعب دوليا منتخب بلاده للفوز باللقب، حيث في أثناء مقابلة له رشح منتخب البرازيل لحصد اللقب. وتابع: إنه يضم 3 أو 4 لاعبين أراهم يوميا وهم حقا يلعبون بشكل رائع. خامسا، سامويل إيتو. أسطورة المنتخب الكاميروني ورئيس اتحادها المحلي، اختار الكاميرون لمعانقة الذهب، حيث قال: اكتسبت المنتخبات الإفريقية الكثير من الخبرة، ليست فقط للمشاركة في كأس العالم بل للفوز به. وتوقع المنتخب المغربي والسنغال إضافة إلى الكاميرون للصعود للدور الثاني كمتصدر للمجموعة، وأيضا المنتخب التونسي والغاني كوصيف. وتابع: أرى أنه سيكون النهائي بين المنتخب المغربي الذي سيفوز على إسبانيا في دور 16، والبرتغال في ربع النهائي، وفرنسا في نصف النهائي، وستتأهل الكاميرون على حساب بلجيكا في ربع النهائي، والسنغال في نصف النهائي.
وعلى حساب المغرب سنفوز في النهائي. لا أعلم إن كنت تمزح أو أنك محق، ولكن كم أتمنى أن يتأهل المنتخب المغربي لنهائي كأس العالم وينتزع الكأس منكم التي تأهلتم إليها بالغش وبالصعود بدل واحد من أفضل المنتخبات الإفريقية. إنهم محاربو الصحراء، المنتخب الجزائري الذي سرق منه التأهل إلى أرض العرب. تحدث النجم الإسباني الصاعد بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن قدرة إسبانيا قائلا: نحن فريق شاب يمتلك مستقبلا رائع، ولكن في الحاضر نحن في مستوى مرتفع، سيكون كأس العالم بشكل جيد في توقيته. وعن المترشحين الآخرين للفوز باللقب، هناك البرازيل والأرجنتين، وهما أقوياء للغاية. تمتلك الأرجنتين ليونيل ميسي، والذي لديه آمال كبيرة للتتويج بالكأس العالمية، وأيضا نيمار جونيور ومستواه الخرافي مع البرازيل. وفي تصريحات حديثة قال: إن لم تفز إسبانيا باللقب أتمناها للأرجنتين، أعتقد أن ميسي يستحق ذلك. أحلم بنهائي يجمعني بليو ميسي أو فرينكي دي يونغ، وأريد قميص نيمار في هذه البطولة. وأخيرا لاعب المنتخب المغربي السابق المهدي بن عطية، حيث رشح جميع المنتخبات العربية إلى المرور إلى الدور الثاني قبل خروجهم جميعا من الثمن النهائي، بخروج قطر أمام الإنجليز والأخضر السعودي أمام فرنسا، ونصور قرطاج من الأرجنتين، ويودع أسود الأطلس أمام لاروخا. وتوقع أيضا وصول فرنسا والبرازيل للنهائي، هذه المرة بفوز المنتخب البرازيلي على فرنسا. إذن هو كأس العالم وتوقعاته، إذن هو كأس العالم وتكهناته. يفوز ويتأهل من تكون له الكلمة العليا في الملعب، ومن يكون أكثر جاهزية، حيث عند الامتحان يعز المرء أو يهان. هذه السنة ستكون نسخة كأس العالم بشكل مختلف بتواجدها في أرض العرب، ونرفع القبعة لدولة قطر لتنظيمها الأكثر من رائع إلى حد الآن، ورفضها لدعم من لا شرعية له في التواجد، من لا اعتراف لهم بين العرب وبين أصحاب دين التوحيد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.